السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعبا للنادي الأهلي. آه، يعني من دقايق بسيطة الأهلي أعلن عن الصفقة بشكل نهائي ورسمي. أعلن عن صفقة اللاعب وسام أبو علي اللي كان بيلعب في سيريس الدنماركي. هو لاعب كان عامل بيلعب مهاجم صريح وبيلعب برضه جناح أيسر، بس معظم المباريات اللي لعبها واتفرجت له عليها كان بيلعب دور اللي هو فيرود سترايكر صريح. بيلعب دايما في البوكس، وبرضه بيخرج بالبوكس اللي هو متحرك وحلو، يعني بيقدر يستغل الكرة رأسيات حلوة، وبيقدر اللي هو يتحرك حتى بره الصندوق كويس. وعمل أرقام كويسة، بس بغض النظر عن الأرقام لأن كنا جايبين برضه موديست، الأرقام كان في حتة تانية. بس تحكم عليه في اللعب في الملعب، بس هو اكيد طبعا انت محتاج على المهاجم عامه جديد على ما يتاقلم وكده، محتاج فتره من الوقت، محتاج تصبر عليه، محتاج تديله وقته كامل، محتاج اللي هو اللعيبه تخدم عليه اللي هي عرضيات وكور جوه المنطقه. لان ده اللي انت تقدر اللي هو ايه تتكلم عن المهاجم وتقيمه بناء عليه. بناء على ايه؟ الكور العرضيات اللي بتجيله، الكور مثلا اللي هي بتجيله مثلا قدام في البوكس، الكور اللي بتجيله قدام المرمى. بناء على ده انك تقيم بقى الفرص اللي هي تيجي للمهاجم. طبعا يعني مش محتاجة كلام، ده جاي من بلاد الحبيبة لينا. ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم ويخسف ويخسف بأعدائهم الأرض بإذن الله. كل الدعم والتوفيق للنادي الأهلي، وبإذن الله تكون صفقة ناجحة. وبإذن الله اللاعب يعني الجماهير تصبر عليه، واللاعب يكون إضافة قوية للفريق، واللاعب يكون خامة جيدة جدا للفريق ده، برضو بالإضافة إن السن اللاعب صغير، وغير كده اللي هو هيتأيد أكنه لاعب محلي. فدي كلها عوامل إيجابية للنادي، وهو لسه سنه صغير، يعني ممكن يديك تلات أربع مواسم، خمسة كمان. بإذن الله يكون خامة كويسة ويفيد الأهلي. وتبقى كده خلاص قفلت ملف المهاجم، اللي هو الملف ده عرفنا بقاله بتاع تلات أربع سنين. فبإذن الله يكون صفقة خير، ويكون إضافة كويسة للنادي، وكل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي. السلام عليكم.